اجي نتا ولا نتي اللي كتفرجوا فيا، بغيت نسولكم واش عندك الزهر؟ كل واحد واش داز عليه في هاد الدنيا وجرب شحال من حاجه اللي تخليه يجاوب يا عندي الزهر يا ما عنديش، وهو متيقن من الجواب ديالو اللي جابو من شحال من تجربه دازت عليه. انا اليوم غادي نقول لكم باللي ما كاينش حاجه سميتها الزهر ولا الحظ، وما كاينه حتى حاجه اللي تقدر تحكم في حياتك من غير الافكار والتصرفات ديالك انت. واحد العالم بريطاني دار واحد التجربة على بزاف ديال الناس كيشوفوا راسهم محظوظين، وعلى ناس اخرين كيشوفوا راسهم منحوسين. وهاد السيد من التجربة اللي دار جاب لنا 4 طرق باش تصنع الحظ ديالك. الاولى، ما كايناش طريقة واحدة باش توصل للهدف ديالك، جرب كل شيء ودير الطريقة اللي ارتحيتي فيها. ثانية، باش توصل للهدف خاصك تنقي دماغك من الافكار العشوائية وركز على شنو بغيتي وتبع الحدس ديالك. ثالثة، توقع راسك غادي توصل لداك الشيء اللي بغيتي، ولكن ما تنعش وتسنى اللقمة تجيك لفمك. سير قلب على راسك وخلي راسك ايجابي وخا توفشل مرة وجوج وثلاثة. الرابعة، منين توقع لك شي كارثة حاول تقنع راسك باللي كان ممكن يوقع لك كفس من هكاك، وحفز راسك في البلاصة. ما تفقدش الامال حتى واحد ما غيوقف معاك من غير راسك. الحظ ما كاينش في الهوا، وما كاينش في النهار اللي تزاديتي فيه، وما كاينش في لون حوايجك، وما كاينش في هذاك اللي كتشوف كمارته مع الصباح. الحظ كاين في شخصيتك انت، وانت اللي كتحكم فيه واش مزيان ولا خايب. خدم على شخصيتك وعلى راسك واعتمد على الله، وان شاء الله غادي تقدر تبدل زهرك من الخايب المزيان.